السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. قبل ما نبتدي ونسمي الله ونقول هنعمل ايه، عايزة اقول لكم ان الفيديو ده انا عاملاه على روح ستي الله يرحمها. هي اللي كانت بتعمل لنا الحاجة الحلوة دي وكان بيبقى طعمها خطير. 3 مكونات بس هنعملها، ويا ريت تقروا لها الفاتحة وتدعوا لها هي وبابا وماما وجميع اموات. يلا بينا ندخل نشوف مقاديرنا ايه وطريقة تحضيرنا. بس يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. اول حاجة في طاسة عندي على النار نزلت كده بشوية زيت وكمان شوية زبدة. لو عندك بقى سمنة بلدي يا سلام يا سلام. ده الحلو بتاعنا النهاردة اخر روقان، حاجه كده حلوه قوي علشان تدفينا في الشتاء وطعمها خطير. وبعد بقى ما مسحوا معانا على النار الزيت والزبده، هاتي نص كوبايه من الدقيق وانزلي بقى عليها وافضلي قلبي. هننزل بقى بالدقيق، وفي الخطوه دي هنفضل نقلب زي ما حضراتكم شايفين. عايزه اقول لكم ان كانت ستي الله يرحمها كنت بفضل واقفه جنبيها جنب البوتاجاز وتقعد تقول لي بعيدي عشان النار، علشان ما تتلسعيش، عشان ما تتحرقيش، وكنت برضو بفضل لازقه فيها لحد ما تعمل لنا الحلو ده. طبعا ناس كتيره زي كده، واكيد الوصفه دي هتفكركم بايام الزمن الجميل. قولوا لي بقى في الكومنتات مين اللي كان بيعمل لكم الوصفه دي وايه رايكم بقى فيها. واقلب كده فيه لحد ما الاقي ان الدقيق لونه شويه بشويه بيتغير معايا. انا كده بسوي الدقيق معانا وبخليه ان هو يستوي. اول بقى ما الاحظ ان الدقيق بتاعنا لونه بقى بني، وهتشوفوه معانا دلوقتي هتلاقوا لونه غير كده شويه، طفيت على النار وبرده مستمريه في التقليب بقى عشان ما يتحرقش معانا. اوعي تحرقيه عشان ما يبتديش ان هو يديني طعم مش حلو. وهنا بقى جبت كده كوبايه من الميه وحطيت كده نصها ميه، وهنا الكوبايه دي كبيره حطيت بس نصها. ابتديت ان انا احط عليها حوالي 4 معالق كده كبار من السكر، وفضلت ان انا اقلب فيهم خالص لحد ما السكر يبتدي يدوب. وهحط على السكر بالميه شويه فانيليا صغيرين. بعد كده وهي طبعا على النار هبتدي انزل بالميه والسكر والفانيليا واحده واحده. طبعا زمان ما كانوش بيحطوا فانيليا، بس انا بقى قلت احبشها كده واديها طعم حلو قوي عشان يبقى طعمها خطير. هقلب بقى كده وبنزل زي ما قلت لكم خطوه مهمه بالميه بالسكر واحده واحده لحد ما الاقي القوام معايا بصوا حلو جدا جدا ودايب بقى كده. وعايزه اقول لكم ريحتها يا خراشي على الجمال، تحفه تحفه، بتحسسني كده بالدفى والامان والسعاده كمان. ده انا بقول ايه ده، بقول ضرر يا اخواتي. المهم بقى فضلت اقلب كده لحد ما ابتدت ان هي استوت معانا. رحت جايبه بقى قلت السكوب كده بتاع الايس كريم عشان اشكل فيه وحطيتها، وقلت عشان اعمل الاشكال. بصوا باظت، قلت خلاص مش اشكال. جبت بقى المعلقه دي الصغننه المعياريه وابتديت ان انا اشكل فيها، وظبطت معايا وكانت حلوه جدا وشكلها خطير، وكانت بجد طعمها فوق الخيال. وسما بقى قاعده عماله تقول لي انت بتعملي ايه بتعملي ايه، وفي اخر الفيديو هنده عليها عشان تدوق وتشوف انا عملت ايه. عايزه اقول لكم شكلتها، شكليها بقى زي ما انت حابه. ستي الله يرحمها كانت بتشكلها لنا كده عرايس واشكال حلوه جدا وبسيطه، وبيبقى شكلها بجد خطير. وهنا بقى قلت ادلعهم بقى واحط عليها شويه كده صوص كده شوكليت، عشان ايه احنا بقى زمان ولا كان عندنا صوص شوكليت ولا كان عندنا صوص كراميل. موافقيني ولا مش موافقيني ولا ايه، ولا كان عندكم؟ وجيت بقى جبت المعلقه وقلت لا بدي بقى دوق، انا شامه الريحه خطيره بقى رجعتني لورا. وتعالوا بقى نشوف كده سما لما دقتها عملت ايه. يلا بينا، تعالي يا سما دوقي. سما تعالي دوقي. تيجي جري، طالما هتدوقي تيجي جري. ايه ده؟ دوقي. ايه ده؟ ايه رايك؟ ده سد الحنك. ايه سد الحنك. ايه ده هو كده حاجه حلوه كانت ستي الله يرحمها بتعملها لنا بالسكر والدقيق والميه. حاجه خطيره. بس انا بقى قلت ادلعها كده واحط لك من فوق بقى صوص شوكليت. امسكي دوقي كده وقولي لي ايه رايك. ربنا يستر. خدتي اللي فيها شوكليت. يلا كنت ممكن اخد دي. يلا بقى شيلي بقى وخلصي. ايوه دوقي. يلا سد الحنك. عارفه ليه سموه كده؟ ليه؟ عشان بيلكم. ابلعي. ايه رايك؟ حلو بجد والله حلو. الفانه دي كانت ستي بقى تعملها لنا وترص تعمل لنا عرايس اشكال كده بالعرايس، بس ما كانش فيه صوص شوكليت ساعتها. كانوا بيعملوها لنا كده ساده بس بتبقى طعمها خطير. وكان بيتملى البيت دفى، وكانت خصوصا بتعملها لنا في الشتاء. اكله شتويه او حلوه شتويه. يلا بقى الف هنا وشفا. جربوا الوصفه وجربوا الطريقه وقولوا لي رايكم ايه. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانيه جايه كتير. باي باي.